صدمة الإعلام الجزائري بسبب ما فعله الجمهور المغربي في مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، وانبهار الإعلام المصري من الجمهور المغربي. شاهد ماذا حدث، ولكن في البداية صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام واذكروا الله. شهدت مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بعد الافتتاح الرائع لكأس العالم للأندية، والذي أبهر العالم في المباراة التي شهدت فوز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ليتأهل الأهلي إلى الدور الثاني ليضرب موعدا مع سياتل الأمريكي. ولكن اللي جن جنون الإعلام الجزائري هو الحضور الكامل للجماهير المغربية، واللي ملأت الملعب على آخره وشجعت النادي الأهلي، والتي كانت كلمة السر في فوز النادي الأهلي. فقد صرح الإعلامي المصري عمرو أديب وقال 120 مليون مصري بيشكروا الجماهير المغربية النهاردة اللي وقفوا رجالة مع النادي الأهلي، وكانوا كلمة السر في فوز النادي الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي. الجماهير المغربية عاملة حالة فريدة من نوعها، والأول مرة بنشوف ملعب كامل العدد، بنشاهد للأهلي مباراة خارج أرضه والملعب مليان على آخره، والجماهير دي بتساند النادي الأهلي، وكأن النادي الأهلي أصبح نادي مغربي. فهذه هي روح الأخوة والأشقاء بين الشعب المغربي والشعب المصري. وأقول للأخوة الجزائريين اللي سخروا من المغرب لتنظيم هذه البطولة وقالوا أن المغرب لا تستطيع تنظيم مثل هذه البطولات الكبيرة، والجماهير المغربية سوف تشجع أوكلاند سيتي ضد النادي الأهلي، فبقول ليهم أن المرة دي مش المرة الأولى اللي تنظم فيها المغرب كأس العالم للأندية، دي المرة الثالثة، والجماهير المغربية ردت عليكم وصفعتكم وشجعت الأهلي من أول ثانية لآخر دقيقة. وأتمنى من جميع الجماهير العربية أن تتعلم الروح والأخوة والرقي من الشعب المغربي الشقيق اللي أحرجنا بكرمه وبحفاوة الاستقبال. وبشكر مرة تانية الشعب على هذه الروح الطيبة مع النادي الأهلي. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد.